ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يلا بقى نعمل ببطاطسايه. هما الصراحه كان في بطاطسايه تاني كمان، بطاطسايتين كده حلوين، ومعاهم قطعتين من القرنبيط. هنحطهم على النار يتسلقوا. هنقطعهم الاول. هتقطعي البطاطس عشان القرنبيط مش هياخد نفس تسويه البطاطس، فانا هحطهم مع بعض. فانا هقطع البطاطس علشان تاخد نفس تسويه القرنبيط. هما مش هياخدوا منك حوالي 10 دقايق بالظبط على النار. هيتسلقوا ويطلعوا كده زي الفل زي ما انت شايفه. حطيهم مع بعض وهرسيهم. هاتي هرسه البطاطس وفعصيهم كده وهرسيهم مع بعض كويس جدا. مش عايزاهم يبقوا ناعمين قوي ومش عايزاهم بيوريه كده يعني، تمام زي البطاطس كده. بس طبعا هيبقى ال- القرنبيط هيبقى خشن شويه. دي اكله للناس اللي ما بتحبش القرنبيط. بعد كده هنحط عليهم شويه كمون وشويه فلفل اسود، وبعدين هنحط معلقه فلفل، معلقه ملح، معلقه بابريكا، معلقه بصل باودر، معلقه توم باودر، ومعلقه كبيره هرميه من النشا. ليه النشا؟ عشان خاطر يبقى مقرمش كده وحلو، وكمان عشان يكون فيه تماسك. لان طبعا ايه، احنا عايزينه يكون متماسك عشان هنعمل فيه ايه، هنعمله زي البانيه الكداب كده. بجد هيطلع حلو قوي 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 وهيبهر الولاد. انا اصلا عملته لهم وحشيته بقى وحطيته في الكريب. مش عايزه اقول لكم كانوا مبهورين بيه قد ايه. بعد كده هنعجنهم كويس جدا مع بعض ونركنهم كده على جنب، ونمسك ايدينا كده نحط فيها شويه زيت. هنا تعجنيه وتيجي ايوه شايفه، شايفه متماسك اهو جميل. لو ما حسيتيش ان هو متماسك حطي له نص معلقه نشا كمان. تمام. الكمية دي طلعت لي حوالي 5 كريبات. بس طبعا للأسف مقطع الكريبات ده اتقطع، مش عارفة راح فين. يلا انتوا عارفين هيما طبعا، ربنا يهديه يعني. هنا بدأت أصبعه، وبعد ما تصبعيه لازم تحطيه في الفريزر حوالي ساعة، ساعة ونص، يجمد بس مش أكتر، عشان تعرفي تحطي له بقى الكريسبي والحركات. هنصبعها كده. عايزة بقى تخليها مبططة، عايزة اعمليها الشكل اللي يعجبك، دواير زي ما انت عايزة. أنا هنا صبعتها عشان يبقى زي ايه، زي الستريبس كده، زي البانيه. بس يا ستي، بالضبط هياخد منِّك 10 دقايق، والله العظيم الموضوع مش هياخد منِّك أي حاجة. طبعًا الظروف الاقتصادية الجميلة اللي إحنا فيها دي بتخلّينا نفتكس افتكاسات كتير أوي، فدي افتكاسة هتعجبِك أوي وهتعجب الولاد وبجد هيطلبوها منِّك على طول. هُم مش عارفين هو إيه، أنتم قولوا لهم بانيه هُم هيصدقوا على طول، أو قولي لهم بقى ده إيه، ده crispy chicken أي حاجة يعني. هنا بقى جِبت بيضاية وجِبت الكريسبي اللي بيتباع عند العطار، وحطيت عليه معلقة دقيق. بس طبعًا الكريسبي ده أنا ضربته في الخلاط ضربة كده، ضربته في الكبة ضربة، نعّمته شوية عشان ما يبقاش خشن أوي. وبعد ما طلّعتها من الفريزر حطيتها في البيض، وبعدين نزلت في الكريسبي، وبعدين حمّرتها. بجد كانت في منتهى الجمال، وطلّعت كمية اللهم زد وبارك. هتشوفوا الطبق مليان بسم الله ما شاء الله جميل جدًا، ويا دوب هم بطاطساية يعني وشوية قرنبيط. بتقول عليه قرنبيط والّا كرنبيط؟ إحنا بنقول عليه قرنبيط، بس أنا باشوف ناس كتير بتقول عليه قرنبيط مش عارفة ليه. هنا جِبت بقى العيش السوري وقطعته نُصّين، وبدأت أحشيه بعد ما قليته بقى. بُصّوا طلّع كمية عاملة إزاي، ومقرمش جدًا وتحفة، تحفة، تحفة. حطيت بقى جبنة موتزاريلا، طبعًا أنا من عشاق الجبنة الموتزاريلا، وبدأت أحط قطعتين، شوية كاتشب، شوية مايونيز. مش عارفة أنا هنا كنت باعمل إيه. ونزلت بيهم بقى، حطيت في الطاسة معلقة زيت وقفّلته كويس، ورُحت حاطاه خد وِش من الناحية دي ووِش من الناحية دي، وألف هنا وشفا. أتمنى بقى الفيديو يعجبكم، وسيبوا لي بقى إيه لايك وكومنت، أختكم برضه يعني. اقفليه بقى بالطريقة اللي تعجبِك. أنا كنت قافلاه كده زي الكريب وكان تحفة جدًا وبهر الولاد وعجبهم جدًا، جدًا. وزي ما قُلت لكم هو طلّع معايا 5 كريبات بالضبط، بس للأسف طبعًا المقطع راح يا عيني، مش عارفة راح فين وراح ما رجعش تقريبًا. بس الحمد لله، قدّر الله ما شاء فعل. الحاجات دي إحنا مقاطعينها والله، بس هي موجودة عندي كانت في التلاجة، فأنا قُلت والله هاستغلها بقى يالّا لحد ما باعمل لكم المايونيز إن شاء الله. بس يا ستي الكل، هتروحي جايباه كده واحدة يمين وواحدة شمال، وتروحي دهنة الطاسة وانزلي بيه في الطاسة، دقيقتين على الجنب ده ودقيقتين على الجنب ده، هيطلع معاكِ مقرمش وفي منتهى الجمال. جرّبيها وبجد هتدعي لي. أشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، السلام عليكم.